فبقى لو انت جربتي صينيه الكيك بالشوكولاته دي، عايزه اقولك بجد في حته تانية، كأنك جايباها من افخم المحلات. قد ايه هشه وطريه وبجد خطيره، وعايزه اقولك غرقانه بصوص الشوكولاته. هتاكلي اجمل صينيه كيك بالشوكولاته، بجد تحفه. لو عملتيها كل يوم مش هتزهقي منها. زي ما انتوا شايفين قد ايه بسيطه جدا. طب يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونشوف عملنا صينيه الكيك بالشوكولاته دي ازاي. شجعيني باجمل لايك من ايدك يا قمر، ويلا بينا. بصوا بقى حبايب قلبي، اول حاجه هنا عندنا في البوله نزلنا ب2 بيضه، هنزل عليهم ب2 كيس من الفانيليا، كل بيضايه بتاخد كيس من الفانيليا. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه من السكر اللي هو مج الشاي العادي اللي قدامكم ده اللي هو 200 جرام. طيب بعد كده هنزل بمعلقه من الخل، ولكن هي ما ظهرتش في الفيديو. هبدأ كمان اضرب بقى كل المكونات دي كويس قوي، البيض مع الفانيليا مع الخل مع السكر، لغايه لما يبقى الخليط بتاع المكونات دي ناعم جدا جدا معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري كمان المكونات دي تحطيها في الخلاط عادي لو ما عندكيش مضرب كهربائي. هنزل كمان بكوبايه من الحليب، عليها ربع كوبايه من الزيت. كل المقادير طبعا بنفس المج اللي احنا بنستخدمه اللي هو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هبدأ بقى ادوب كل المكونات السايله دي كويس قوي زي ما انتوا شايفين. هندخل هنا بقى 2.5 كوباية من الدقيق. انا في الاول هحط 2 كوباية من الدقيق، وبعد كده هحس ان الخليط سايل معايا شويه فهبدا احط 2.5 كوباية، وهو ده كان المقدار المظبوط كويس جدا. بعد ما نخلت الدقيق كويس، وطبعا الدقيق لما بيكون منخول بيدي كده نتيجه كويسه للكيكه بتاعتنا. بعد كده هنزل بكيس بيكنج باودر ورشه بسيطه من الملح ومعلقتين من الكاكاو الخام زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا برضو ندخله كويس قوي. وهنزل هنا بمعلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان، وعايزه اقول لك هي دي اللي بتدي تيست حلو جدا جدا للكيكه بتاعتنا، كانها كده جايه من بره وجاهزه ومن افخم المحلات، بجد خطيره. وطبعا زي ما شفتوا هنا انا كده نزلت كمان برشه الملح. قلبي بقى المكونات دي كويس قوي بتاعت الكيكه زي ما انت شايفه كده بالمضرب عادي اليدوي، بس عايزين طول ما احنا بقى هنا بنلم العجينه بتاعتنا في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. ما تجيبيش بقى يمين وشمال والكلام ده، لا بصوا التقليب كله في اتجاه واحد. هبدا بعد ما دوبت كل المكونات بتاعتي هنا انا بقول لكم نزلت بقى هنا بنص كوبايه كمان من الدقيق، لان زي ما قلت لكم في الاول انا الكيكه بتاعتي خدت معايا 2.5 كوباية من الدقيق، تمام، واديتنا القوام الخطير اللي انتوا هتشوفوه بجد بجد تحفه. زي ما انتوا شايفين برضو بقلب في اتجاه واحد بالشكل ده لغايه لما هو ده كده قوام الكيكه اللي احنا عاوزينه. هنشيل بقى المضرب ونجيب بقى السبيتولا بتاعتنا، المعلقه بتاعتنا كده، هنبدا اهو ناخد كده الكيك بتاعنا من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين عشان ما نهبطش الهواء بتاع الكيكه بتاعتنا بالشكل ده كده. شايفين بقى قوام الكيك بتاعنا حلو جدا ازاي؟ تمام كده، هو كده جاهز معانا وزي الفل. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا هنا، والصينيه دي مقاس 28. هنديها دهنه كده بالزيت وهننزل بقى فيها بالخليط بتاعنا. تقدري الخليط ده ونفس المقدار ده تعمليه في صينيه لو انت عايزاها عاليه قوي مقاس 24، عايزاها السمك بتاعها يكون ارفع من كده هتعمليها في مقاس 30 عادي جدا مفيش اي مشكله. هبدا هنا اساوي الكيك بتاعنا بالشكل ده لازم علشان خاطر نحس ان الكيك بتاعنا متساوي في كل الصينيه. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط من 40 دقيقه ل 45 دقيقه. وبعد كده زي ما انتم شايفين هنا هنبدا نحضر بقى الصوص بتاعنا، صوص الشوكولاته الخطير. عندي هنا باكت من شوكولاته سما وده تقريبا 200 جرام. هنبدا كده نحطه في الحله بتاعتنا وبس كده نقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين، وهبدا انزل عليه هنا بكوبايه الا ربع من الحليب الدافي، وهنزل كمان بمكعب صغير كده من الزبده، وهبدا هنا اقلبه بقى. هو لو الحليب سخن قوي الشوكولاته هتسيح عادي، ولكن عشان الجو طبعا ساقعه فانا هاخدها كده على نار هاديه جدا لحد لما الصوص معايا يفك خالص، الشوكولاته تفك ويبقى صوص شوكولاته زي ما انتم شايفين. طبعا عشان دافي زي ما انتم شايفين هتحسوا ان الصوص خفيف جدا جدا. هنسيبه بقى على جنب يبرد خالص وندخله التلاجة يتماسك شويه. هنا كانت الكيكه بتاعتنا خرجت بقى من الفرن، وعايزه اقول لكم قد ايه بجد هشه وخطيره. وهنا انا بختبرها لكم اهي بقول لكم ان هي مستويه وجميله جدا جدا.
هبدا بقى اديها كده بس كده تفتحات بعصايه الشيش طاووق دي، علشان انا عايزه الكيكه بتاعتي تشرب من صوص الشوكولاته اللي انا بنزله عليها ده. هنا كان خلاص صوص الشوكولاته برد خالص، هبدا اني انا بقى احطه كده على الكيكه بعد ما تكون بردت خالص. الكيكه هنا بردت وصوص الشوكولاته بارد، هبدا احطه كده بالشكل ده. وعايزه اقول لكم كمان لما بتقعد بقى الشوكولاته بتجمد اكتر من كده بتبقى خطيره، ولكن هنا والولاد بقى كانوا مستعجلين وعايزين ياكلوها فقطعتها لهم، ولكن كل ما تسيبيها تبرد خالص بتبقى بجد خطيره، والشوكولاته كده متماسكه كده، بتبقى طبقات من الشوكولاته بجد يا جماعه رهيبه فعلا حرفيا. قد ايه بصوا هشه وخطيره. بعد ما نزلت بصوص الشوكولاته هتبداي بقى هنا تقطعيها التقطيعه اللي انت عاوزاها. قد ايه خطيره ومرتفعه جدا، وزي ما قلت لك تقدري لو انت عايزاها اتخن من كده او مرتفعه عن كده هتعمليها في صينيه مقاس 26 او 24 براحتك خالص. دي مقاس 28 وادتنا السمك الخطير ده. عايزه اقول لك كمان بقى هنا صوص الشوكولاته ما شاء الله عامل معانا كميه حلوه وجميله. وكمان تقدري ان انت بصي بعد ما تطلعي كده قطعه الجاتو، انا بسميها جاتو لان بجد قد ايه هش جدا وطري جدا جدا، خطير خطير. وكمان زودت بقى هنا صوص شوكولاته كده للولاد، كانوا مبسوطين جدا بيها وكأني جايبه لهم حاجه جاهزه من بره وطعمها بجد خطيره. الولاد خلاص خدوا الاجازه اليومين دول، ويلا فرحوهم بصينيه كيك بالشوكولاته بالطريقه دي، هتعجبكم جدا وسهله وبسيطه وما خدتش مننا تعب ولا مجهود. ما تنسيش تشجعيني باجمل لايك وشير للفيديو يا قمر. مع السلامه.